السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. احنا في ايام من ايام الشتاء، الجو برد، فقلت اعمل شوية عدس بقى النهاردة بطريقة جميلة. معايا عدس اهو، ده ربع عدس غسلاه، هو احمر وجميل يا حبايبي، بس انا غسلاه من مدة يعني فالحباية فنشت كده شوية، فباين ان هو فاتح، بس هو احمر وحلو. ومعايا دي حبيتين بطاطس، ودي بصلتين صغيرين، وحبيتين طماطم، وجزرية كبيرة. هنحط الخضروات دي كده على العدس. هننزل بالبطاطس كده، كل ده هيستوي مع العدس يا حبايبي. واقطع البصل كده، العدس يا حبايبي من الاكلات الشتوية المغذية، كله بروتين، بيدفي. هنزل عليه بقى بالمية، هننزل بالمية يا حبايبي. يعني نغطي الخضار كده، هيستوي بقى يا حبايبي ونشوف مع بعض. معايا حلة يا حبايبي، احطها على النار. هنعمل يا حبايبي رز بشعرية. هننزل بالزيت، هننزل بالشعرية. انا عندي الشعرية بحطها كده ببرطمان يا حبايبي، بفضي منها على قد ما انا عايزة. على قد الكمية اللي انا هعملها كده. النهارده اخر الاسبوع يا حبايبي، قلت نقضيها مع بعض كده، رز بشعرية وشوربة عدس. انا هعمله، مش هعمله عدس سميك من اللي هو بالشعرية، لا، انا هعمل الرز بشعرية لوحده، وهعمل العدس خفيف، شوربة عدس كده يا حبايبي، نعصر ليمون وناكل. ايدنا في الشعرية على طول تجليب يا حبايبي عشان تطلع كلها حمرا ولون بعضها. انا غاسله الرز معانا اهو.
تحمر يا حبايبي ونشوف مع بعض. الشعرية احمرت يا حبايبي، بقت دهب اهي. ده كده سنة كمان، كلها لون بعضها يا حبايبي. هننزل عليها بقى بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بمية كده يا حبايبي، يعني بالنظر كده. نحط له حبة فلفل اسود كده. فلفل اسود مع الشعرية بيدي ريحة جميلة للشعرية. ونحط الملح عشان ما ننساش، وهننقعه شوية كده وبعدين هنولع عليه. ومعايا العدس يا حبايبي لسه ما غلاش، يغلي ويستوي ونصفيه ونشوف مع بعض يا حبايبي. رجعنا لكم يا حبايبي تاني، زي ما انتم شايفين معايا غرفنا العدس اهو، جميل يا حبايبي، يدفي في ايام الشتاء دي. ومحمره بطاطس اهو كمان. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اسيل بتسلم عليكم. يا زي ماما دول، ماما دول فيديو ازاي؟ هاي دي مالك صاحبة اسيل. انا محضره لهم العشاء يا حبايبي، هياكلوا سوا، ونصيبهم بقى النهارده هياكلوا عدس عشان الجو برد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.